مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم في عدد جديد من مقابلة خاصة لهذا اليوم، والتي أستضيف فيها النائب بالمجلس الشعبي الوطني المثير للجدل طيلة عهدة برلمانية دامت 5 سنوات. خلال 5 سنوات عرف بخرجاته ومشاداته الكلامية أدت إلى معاقبته 6 حصص عدم الدخول إلى قبة البرلمان. إنه النائب الطاهر ميسو. سي طاهر ميسو، مرحبا. السلام عليكم، متشرفين بك الأخ. هذا غياب طويل عن الساحة، والعودة كانت قوية هذه الأيام، خاصة المشاحنات التي نعيشها داخل المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام. هناك من وصفها بالفوضى، هناك من يرى فيها أنها ظاهرة صحية طبيعية داخل البرلمان، أن البرلمانيين فيما بينهم يتخاصمون، ترتفع الأصوات، وحتى أحيانا مشادات جسدية بين النواب، إلى أن استغرب المواطن الجزائري ما حدث مع حزب الأغلبية هذه الأيام، علما بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني هو من حزب الأغلبية. أولا مساء الخير للجمهور الجزائري. بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، طرحت لي هذا السؤال، قلت لي باللي فيه فوضى كبيرة في هذا. احنا المجلس الشعبي الوطني في أواخر تاع 2016 2017، لأنه بقات لنا حوالي 3 أشهر. احنا المجلس الشعبي الوطني صار له كي الذبان هذاك تاع سبتمبر، كي يبدا قريب يموت يبدا يدخل في بعض وبعض. حنا كي نشوفوا باللي هذه المشاهدات اللي صرات هكذا المصالح خاصه، استدير على الصين الشعبيه، استدير هذه الرحله اللي دارت فوضى كبيره بهذا الامور. بالنسبه للعقوبه تاع في الصيف في رمضان وكذا، نرجعوا لها هي المهمه. الممثل الشعب الجزائري اصبح اليوم كلاعب دولي كما شاوشي، من عاقبوه قالوا له عندك 6 مقابلات ما تلعبهمش. من المفروض ممثل الشعب الجزائري من حضور 6 جلسات. 6 جلسات. ممثل الشعب تعاقبوا ل6 مقابلات او 6 تدخل. ومن تجي منين؟ من رئاسة الحكومة. لأنه البعض رئيس الحكومة يعطي أمر للمؤسسة التشريعية، وحنا نعرفوا المؤسسة التشريعية هي اللي تعطي الأوامر للمؤسسة التنفيذية، لأنه رئيس المجلس هو اللي يحميني. أنا شفنا في دول متقدمة أو دول تونس، المغرب، الكويت، راك شفت هذيك اللي الرئيس المجلس تاعها يسكت الوزير اللي وزير من عائلة الحاكم تاع الكويت، يسكتوا يقولوا خليه هي تتكلم. احنا راهي نشوف فينا يقول لك يا خرجت من الموضوع يا يدخل فيك. ما احنا مع الاسف الشديد هذا رئيس المجلس الشعبي الوطني انا كيفته اسوأ رئيس مجلس الشعبي الوطني منذ تاريخ الجزائر، لانه موش محمي او يحمي النائب، لانه انا بصفتي ممثل الشعب اللي راني نمثل في هذا كذا الامور. تعطيني عندي 5 دقائق خليني بكل حريه. اليوم راني معاك، لما كانتش تعطيني حريه نتكلم وراها الحوار، لانها اليوم تكلمت بكل وانا نتحمل، لانه احنا حصانتي وين؟ حصانتي في ذيك ال5 دقائق. احنا اليوم احنا اليوم في القانون الماليه تاع 2017 من المفروض نكون عندنا 7 دقائق، نقصونا عطاونا 5 دقائق. والقانون الماليه تاع 2017 عندك ما تتكلم عليه. صدير عندنا مشاكل، زيد الحكومه غايبه، رئيس الحكومه غايب، صدير دير اسئله شفويه لرئيس الحكومه او وزير ما، لا شاف سبيسيفيك ما يقول هو ولا كذا، ما يقدر يقول لك لازم تنحوا لي، ما يكونش هذاك الانسان باه يسالني، صدير راح يحرجني، راح يكون. انا نشوف كيف واحد نايب جا من ولايه المديه يخاف منه وزير. عندي اسئله شفويه عدت مع وزراء الى يومنا هذا يتهربوا من الاسئله. ما واش نقول لك، استدير بالنسبه للمجلس الشعبي الوطني استخلصتوا حبر او استدير
خضره فوق عشاء كما نقولوا بالدرجه تاعنا. نعم. صدير حتى يقول لك القوانين راهم حبك باللي كاين قوانين جاو من الوزاره في لجنه ما من اللجنه، حبك باللي يزيدوا قوانين رواحهم. صدير اللي نساتها الوزاره يزيد، اصبحنا نواب تاع وزاره مش نواب تاع الشعب. لازم احنا نعرفوا باللي رانا نمثلوا في الوزراء مش نمثلوا في الشعب. عمرنا في حياتنا اللي رفدنا يدينا كونتر قال رانا كونتر هذاك المشروع. دائما الاغلبيه تاعهم راهم. كيفاش تفسر انه من بين العدد الكم الهائل في النواب داخل البرلمان اللي على مختلف مشاربهم السياسيه والايديولوجيه، طاهر الميسوم يعني المعروف بسبيسيفيك الوحيد اللي يرتفع صوته هكذا في وجه الحكومه الوزراء؟ شوف، اولا وقبل كل شيء النائب تاع الاغلبيه مسكانينه يمشي بالكود، ما يقدرش ربما هو في نفسه دخلاني متاسف لهذاك الشيء، مشروع يقول لك ربما اني مش راضي به، بصح ما يقدرش يكون ضد هذاك لانه تعرف باللي الوزراء تاعنا الاغلبيه اللي كانوا ولا صبحوا وزراء كاع 99.99 الاغلبيه جابوا التزوير الامور، لانه هذاك النائب يقولوا انت شكون اللي انت؟ طاهر ميسوم جاب 16,000 صوت من ولايه المديه، ما رشحني لا والي ولا طلعني والي ولا طلعني الشعب. مين اللي طلعوا الوالي اللي يمشي لازم يمشي بالتليكوموند، ما يقدرش يكون ضد التيار، لانه احنا انا نتكلم كلام الشارع. واش انا تقول لي في القهوه باكزامبل قال كيما دي خطات باكزامبل واحد قال لي هذو الناس راهم وقيلا كفروا ندوا لهم، قال لي الكفن، قلت له ندي لهم الكفن، ما ندينا لهم الكفن نشوفهم لعله ربما يرجعوا للاسترجاع تاعهم. تشوف وزير انا شفت وزير تاع الثمانينات. هذا السيد ميسوم يعني تصرفات مثل هذه هيوينه الا ترى فيها بانها تهريج وانها انزلت المستوى العمل النيابي عندما مثلا تنزل بهذه الاشياء الى قبه البرلمان زائد الاعجار الى غير ذلك؟ معليش اليس تهريج هذا يعني؟ اسمح لي معليش نجاوبك على السؤال تاعك. تفضل. اولا انت كي تشوف باللي ندي لك الكفن، هذو الوزراء، هذو الحكام اللي راهم يحكمون، نتبع الحكومه اللي راني عندي صلاحيات فيها اللي حق الرقابه تاعها، هذو الناس جهلوا. هذا الوزير اللي ما يعرفش شحال يشري ليسونس، روح سقسيه شحال يشري تيبان الخبز، روح سقسيه اللي كان عنده 6 شهور ونهار. عباك بلي الوزراء نهار كي يقعدوا في اجتماع يقولوا شحال رانا اليوم رشحوه اليوم، يقعد 6 شهور نهار يقولوا داما في الواد. شنو داما في الواد؟ خلاص سما جبت التقاعد 100%، يسمى يخدم ولا ما يخدمش كيف. انت وليدي كاش وزير جاب برنامج تاعو، كل شيء يقولوا لنا برنامج رئيس الجمهوريه. انا ما فهمتش هذا برنامج رئيس الجمهوريه. وزير مامور يسير في وزاره، تشوف وزاره لازم يشوف على العواقب تاعها، يشوف مشاكلها، يشوف. حنا تشوف في وزارات في الزيارات الميدانيه الى ولايات ما، يخرج الى ما، كلهم اكذوبه، يعطي لك استادير اوهام وهميه، راح نديروا نعملوا نديروا كذا كل شيء، من نهار اللي يسكر الباب تاعو ويروح الى العاصمه تاعو ما تجيش تشوفه. انت نائب عن ولايه المديه، وعلى ذكر ولايه المديه تقرر اليوم خروج الحرس البلدي الى الشارع، ما هي الاسباب؟ ما هي الخلفيات؟ شوف، اولا قبل شوي انا كنت درت تدخل على المشاكل تاع التقاعد النسبي. احنا نعرفوا التقاعد النسبي، الحكومه جات قال باللي ما هي اللي يقول باللي هذا الصندوق رايح يكون في افلاس مده تاع 5 سنوات. انا درت التحريات تاعي الى بعض التحريات سريه كما يقول الانسان، ما نقدرش نبوحوا بها لانها راك تعرف راك اليوم موظف قادر تتحفظ على المصادر تاعك. نعم. ما هي العوامل اللي خلات هذا الصندوق يروح الى الافلاس؟ لازم قال لك بور كومبروند il faut commencer par ne pas comprendre. الانسان لازم نعرفوا هذه الاشياء الامور. من بعد التحريات تاعنا شفنا باللي هذا الصندوق من بينهم الحارس البلدي كان هو المتسبب، واحنا احتراما للحارس البلدي والمجهودات الجباره اللي قام بها في العشريات السوداء، هذه ما ينكرها حتى انسان، اي انسان، واحنا نتاسفوا
من الحكومه تاعنا اللي هي خرجت ضد هذه الفئه اللي هي سلكت المؤسسات الاقتصاديه وحمات الوطن، لانه احنا نعرفوا الجيش الشعبي الوطني ونعرفوا الدرك، لانه واحد جايك من القانمه، واحد جايك من اضرار وفي لا بريغاد ولا كذا. الحارس البلدي هو وليد المنطقه، هو اللي يعرف الاماكن، هو اللي يعرف الاماكن تاع الارهاب، هو اللي يعرف الاشخاص، هو اللي كان يقود واللي كان عنده ثكنه وانظمه. الناس حب تمشي العولمه بواحد الطريقه امور. احنا ماش رانا ضد الحارس البلدي، احنا رحنا نسقسوا على العوامل اللي خلات. لقينا هذه العوامل دوك نعرفوا الحارس البلدي دخل في 1995، في 94 نوفمبر اكتوبر كانت عندنا 95 2000 حارس بلدي. من 2000 هذا في 98 ولات 95 96 ولات الى 95 الف حارس بلدي. هذا المعظم تاعهم عندهم 15 سنه. الناس ما فهمتش واش كنت نقول عام وعامين. قلت له انا خاطبت وزير مؤسسات تشريعيه ممثل الشعب يخاطب في وزير امام الملأ. عندنا مشروع تقاعد النسبي. الاسباب لانه الدوله كانت في 97 السنتاع اللافامي عطى لهم بيسرحوا العمال تاع المؤسسه الاقتصاديه، وحنا نعرفوا الحكام تاعنا تاع الوزاره هذاك الوقت داروها لاغراض شخصيه. قال احنا نديروا الاستثناء ولا قاعده. من المفروض هذاك باه تخرجوا كانوا يديروها محدده، قال من نديروها 3 سنوات، نديروها 4 سنوات يخرجوا هذا. هل حاورت انت جماعه الحرس البلدي بالمديه؟ لا مازال ما حاورتهمش. كلامك كبير، خليني نفضل نكمل لك الامور. نهار كي درنا الامور استادير تاع 97 هذيك لحقت العدد هذه، درك انت اللي خرجوت اكثر من 15 سنه، كاين اللي يخدم 16 سنه، كاين اللي يخدم 17 سنه، كاين اللي يخدم. درك هذوك الاعوام اللي يخصهم عام وعامين وثلاث سنين، وزاره الداخليه ما خلصتش لا كوتيزاسيون تاعهم. هذا المسؤول تاعهم اللي فقد الشرعيه تاعو امام الامور. انا ما نقدرش نجاوب هذا المسؤول اللي راه يخاطب ويدير في اجتماعات في ولايه المديه. انا نقول له انا اللي رد عليا هو الوزير. لا كنت كاذب، لانه انا عندي وثائق باللي وزاره الداخليه ما خلصتش لي كوتيزاسيون تاع الاعوام اللي يخصوهم. انت نعطيك سؤال بسيط برك. الحارس البلدي اللي كان يخلص 3 ملايين و700 و3 ملايين و600 اليوم راه يخلص في 2 ملايين و100 و2 ملايين و200 و2 ملايين و300 ولا 1900. السؤال هنا مطروح. كون خلص كان ما يخرجش ب 60%، كان يخرج ب 85%. انت تشوف كيف حارس بلدي اللي خدم 72 ساعه الدوله عطات له 8 سوايع. اسكو الحارس البلدي يخدم 8 ل 4 رجع وظيفه عمومي هذا ولا شي يخدم؟ هذا يخدم كيما السلك الشرطه، يخدم كيما السلك تاع الدرك، يخدم كيما السلك تاع الجيش الشعبي الوطني، لانه خدم تاع 72 ساعه يخدمها تاع امور. هذا الانسان ضحى بقدر. احنا كي نشوفوا المشاكل اللي دارهم في بوفريق وفي عين الدفله وسكرت عليه كل المجالات الوزاره، حتى طوالت ما خلاهمش يدخلوا القهاوي، سكروا عليهم في عين الدفله باه يوصل الميساج تاعو. انت الحرس البلدي انا عمري لا سمعت فيه كان كيما المدن الكبرى. شفت كانوا يديروا المدن الكبرى الدستوريه ما كانش. الحارس البلدي انا عمره لا شفتو تكلموا عليه في امور، ولا بالك في كذا. كاين نقاط في بنود تخص على هذا تاع الحارس البلدي تاع الحارس البلدي، وهذوك البنود راهي مجمده الى يومنا هذا. وحنا عمرنا لا صدقنا على هذه الامور ولا دارنا. احنا الوزاره الداخليه من هذا المنبر وانا تكلمت عليها في المؤسسات التشريعيه. أنا خاطبت وزير، والوزير هو أدرى بكل شيء، عنده إمكانيات وعنده. لا كنت نكذب والله نتخزر، أنا نتحمل أنا مسؤوليتي ونتحدى أي وزير ونتحدى هذا المسؤول اللي راه يتكلم. لا كان يكون هذا المسؤول مش من صف الحرس البلدي، هذا ضد الحرس البلدي، لانه انا نتكلم امام الوزاره. الوزير الداخليه ما سددش الاعوام اللي بقاو لهم باه يخرجوا 85 عندهم امراض ربي يشافيهم ساكن في الاغواط. انت في ميزك واش يعطوا لهم 4000 دينار، تسمى 400 الف سنتيم.
تشوف هذه الامور هذا. نزيد نعطي لك المندوبيات الحرس البلدي عبر الولايات كاع راحوا غلطوا لهم، كاين اللي حاسبوهم على السالير دو باز وكاين اللي حاسبوهم النت ابي. كي داروا لهم الرابيل، على بالك داروا لهم الرابيل دخلوا في الخزينه العموميه، عطات لهم الاموال، عادوا يراسلوا في هذا الحارس البلدي يقول لهم ديروا استرجاع الاموال. انت مسكين اللي دخلت له 16 مليون ودخلت له 14 مليون 15 مليون كيف راح يسترجع لك؟ مسكين هو ما عندوش، راه بالك باللي معظمهم راهم كاتلهم الشرب ساكن، معظمهم راهم يخدم في البطاطا، معظم تاعهم ما قدرش، بالك باللي باه يدير سكن اجتماعي. هذه الفئه بالنسبه للدوله تاعهم افه اجتماعيه، بالنسبه للدوله مش بالنسبه للمجتمع الشعب، لانه الشعب الجزائري يعرف قيمه الحرس البلدي وكذا. احنا ما نعرفوش باللي انت فرد تاع البارح تجي تخدم بالطاهر ميسون سبيسيفيك ودير لي وتقول لي راني وقفه احتجاجيه. انا نعرف اللي دير وقفه احتجاجيه روح اطلب الحقوق تاعك من طرف الوزاره الداخليه. الوزاره الداخليه هي اللي تكفل بهذا، ومن حقها تعطيني كوتيزاسيون باه يخلص 3 ملايين، بالك يكون خلصوا لي كوتيزاسيون تاعهم يخلصوا ب 3 ملايين و400 حتى 4 ملايين، لانه عندهم امور. الدوله ما لعبتش الدور تاعها، وهذا من الباب. انت تقبل تخلص واحد من التعليم العالي او من التعليم المتوسط ولا الثانوي يدي كوتيزاسيون تاع ناس واحد اخرين، ما نقبلها لا من المعلم ولا من الحارس البلدي، كلنا سواسيه كاسنان المشط. والدوله هنا ما لعبتش هكذا. وانت اليوم يقول الوزير الداخليه نتلاقى بهم في دار ابراهيم نعطيهم حقوقهم ونتحدى هذا الوزير لا يعطيهم حقوق، ما عطينا لهمش الحقوق في البحبوحه، نعطيهم حقوق في وين لحقنا التقشف. كما اليوم وزير الطاقه يقول لك باللي نائب الرئيس تاع المدير العام تاع النفطال يقول لهم باللي الى 2040 نحبسوا من الاستيراد تاع احنا على ما نديروش معامل تكرار البترول. عندنا 5 مليار دولار نستوردوها سنويا الامور. علاش نستنى باه تزيد لي انايا ليسونس وتزيد لي في امور تزيد لي؟ علاش نستنى؟ ما نبقى كل عام نزيد الى 2040. على ذكر الزيادات السيد بيسوم، الجمهور الجزائري والمواطن الجزائري شاهد من قانون 2016 إلى أن الموافقة كانت بالأغلبية. أغلبية حزب الحاكم، وهذه نعرفوها. كل انسان راه يغني بالبرنامج رئيس الحكومه. انا الى يومنا هذا ما فهمتش شنو هي البرنامج رئيس الجمهوريه. برنامج رئيس الجمهوريه مش ضد الشعب. احنا رجعنا كيما القطه هذيك اللي تاكل ولادها، عند بالها هي خبتهم في كرشه وهي كلاتهم. انا ما نظنش باللي ما نرجعوش للفكر تاعنا. راه كل واحد يقول لك انا عندي برنامج تاع رئيس الجمهوريه. واش من برنامج رئيس الجمهوريه؟ انا ما شفتش برنامج رئيس الجمهوريه ضد الشعب ولا مع الشعب. انا نشوف رئيس الجمهوريه مع الشعب، كيما عطاو له كيما يعطي لهم. هذا هو شعور متبادل، هذاك يعطي لهم وما يعطوا له. دوك تقول لي حنايا القانون المني. انا نحب نفهم حاجه، علاش انتم تغلطوا والشعب يخلص وحنا نخلصوا؟ دوك التسيير موش عندنا، التسيير عندكم. انت دوك كيما تشوف انت باكزومبل في هذا تاع الاجتماع الاخير تاع سي امون هذاك حداد هذاك رئيس الحكومه راه مضياف عنده بالدرجه الاولى. انا ما نخرجش عنده، لازم هو اللي انا كوزير الاول نقعد نستنى، لازمني انا راني جا ضياف الدوله الجزائريه. دوك رانا ما عرفناش، راه كل واحد داير امبراطوريه. انا كي رجعنا كي قانون المرور، واحد داير سياره من القدام وسياره من القدام ومخرج يده بعدوا على من بطيطيط بعد عليه باش سما كل واحد راه داير ميثاق في راسه. احنا دوك اسمع هذاك حداد انا نقولها له من هذا المنبر، عباك باللي هذا التقشف يروح يرجع لنا غير 2 ملاير دولار اللي راه دايها كقرض بالعمله الصعبه، نرجعوا مش فقراء، نرجعوا اغنياء لاباس علينا. هذا الاموال اللي داهم كاع واش دار بهم؟ ينعت لنا واش دار بهم؟ يقولوا لنا واش داروا بهم وكل واحد كيف نقول. بالنسبه لك المنتدى الاقتصادي الجزائري الافريقي هذا اللي تم مؤخرا نجح فشل؟ هذا فاشل. هذا سقسي يقول شحال كم خسرتوا اموال؟ رانا في التقشف ولا لا؟ عباك باللي هما راهم داروها كي البواطه تاع الفورماج، كل واحد قسموا له، واحد عطاو له حداد هذا دا في قسنطينه، وواحد دا في هذاك النايب تاعو تاع السردين هذاك دا كذا، كل واحد راه دا قسموا البلاد راه مقسومه خلاص، كل واحد راه دا لابار تاعو. الشعب واش يدي مسكين؟ ما داو له، عطاو له السوسات راه يمص فيها، يمص في الريع مسكين. هما راهم يشربوا في البيبرو تاعو ويشرب في الحليب، مص السوسات. اكشف الطفل الصغير كي تنحلوا السوسات غير طيح له السوسات ينوض يبكي على انه يمص في الريح مسكين، على انه كي تقول له سقسي الام تاعو اكشف دير له الحر في فمه وزيد غير طيح له ينوض يعرس لك. ها مسكين يمص، الشعب هذا راه يمص في السوسات وصاي.
نعود ننتقل إلى نقطة أخرى. السيد ميسوم، أنتم الآن لم يبقى إلا 3 أشهر على نهاية العهدة البرلمانية. أين سيذهب طاهر ميسوم؟ سيترشح ثانية، يعود إلى حياته كما كان سابقا، أم أنه سيساند مرشح آخر للبرلمان المقبل؟ شوف، أعوذ بالله من كلمة باه نرجع. هذه واحدة. أولا وشنين البرلمان؟ أنا بالنسبة لي المجلس الشعبي الوطني بالنسبة لي ما عنده حتى قيمة. عهدة برلمانية واحدة كافية بالنسبة لك؟ أنا استخلصت. أنا في حياتي بكري كي نحب نقول، أنا قلت للأصدقاء تاعي ندير يوما ما ندير مصنع. قالوا لي مصنع هذا من المستحيلات. قلت له كي تكون كاينة الإرادة نوصل. أنا هذا الترشح جامي في بالي كنت دايره. جا واحد حب قال لي حب نترشح، قلت له هذا ما عنده باه يفوتني. صدير انا عندي امكانيات، عندي افكار، باغزومبل درت اقتصاد في المنطقه تاعي، ربما فاش انا نترشح ونشوف. درت ترشح ونجحت. ونهار كي في الترشح تاعي داروا لي امر بالقبضه، داروا لي تهمه، لانه على بالك جدنا هذا واعر. بك في الحمله الانتخابيه نهار كي تلحق الحمله الانتخابيه، دوك في الحال هذه دوك تكثر الاشاعات، تكثر المشاورات، يكثر السلبيات. عباك بلي دوك بكري الانبياء الله شكون اللي كانوا يشوشوا عليه؟ هما الكهنه. دوك بدت تغيير التسميه، رجعت السياسي. دوك والسياسي هو اللي راه يرومبلاسي الكهنه، يكثروا الامور. وري لي واش نغيروا في المجلس الشعبي الوطني. المشروع جاي من الوزاره، مسطرينه كيما يحبوا هما، يحطوه عندنا في اللجنه، نجو حنا نبلبلوا طا 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 طا، ما كان والو. اهدر حتى تكره. ولكن اليوم راك اكتسبت خبره وعلاقات من خلال ممارسه مهامك النيابيه. يعني هذا ما فتحش الشهيه نتاعك على منصب، على الوصول، الطموح الى؟ انا عندي شهيه. انا اسمح لي انني نقول لك وزير ما يقدرش ندير له سؤال شفوي ما يجيش عندي، وين يروح عندي؟ انا ديجا كي يشوفني جاي من هو يبدل الطريق منه. كون يعبك باللي احنا انا استخلصت حاجه في هذا المجتمع المدني. نعطيك مثال ابسط مية. نهار كي تعاقبت ب6 مداخلات من درجه، عباك باللي التليفون تاعي عادوا ما يعيطوليش فيه. هذا الشعب الجزائري نهار كي شافوني عاود رجعت التليفونات عاودوا يصونوا عليا. وهنا الحديث قياس. هاني صبحت كي الوزير. شفت الوزير نهار كي وقفوه مسكين عنده 6 بورطابلات محطوطين هكذا ولا حدث. من نهار اللي يرسموه وزير التليفونات كاع عليه. تولي تشتغل. اسمع حاجه استخلصتها. شوف، ما كانش احنا مادام الشعب الجزائري يحوس على مصلحه خاصه وتحوس. انني ضحيت بالاملاك تاعي، غلق المصنع تاعي، العمال تاعي تشردوا. تم تسريح العمال السيد ميسوم؟ ايه، تشردوا العمال تاعي. وراهم يفكروا لي في افكار جديده. مش راح في ايامات القادمه ان شاء الله راح يكون هدم للمصنع. قرار جديد راح يتوقع فيه، يكون فيه هدم للامور. والحمد لله. شوف، حاجه واحده تمنيتها في رايك كلمه كبيره. لا نقطه حساسه نقولها لك. نعم. حاجه واحده، على انه الرزق ما فيش انتخابات. هذه حاجه نستعجلون امام الملأ كاع وكل الجزائريين. مزيه الرزق ما فيش حمله انتخابيه. كنت في حمله انتخابيه نقول لك وقيله في 2017 يموتوا 2 ملايين 3 ملايين واحد، لانه على بالك الرزق كاع الناس تقتل عليه. مزيه الرزق ما فيش حمله انتخابيه. جاء الرزق من عند ربي سبحانه وتعالى. شوف، غلق الرزق من عند ربي، تشرط العمال ربي ان شاء الله ربي ينوب عليهم. راك خرجت لي قرار تهد لي المصنع، نرفد الفيستا تاعي ونضحك. حسبي الله ونعم الوكيل. واش كان قرار العداله؟ اسمح لي، واش كان قرار العداله؟ قرار العداله بالهدم من المصنع. خلقوا لي قرار جديد، لانه دوك راح يطبق في هذه الايامات. نرفد الفيستا، نرفد العائله تاعي. والله ما بلغت. انا المهم اديت واجبي، والرزق هذا اعطاه لي ربي ونحو لي ربي. انت الا سبب كما يقول لك الانسان.
الحمد لله. شوف ما رجيت على مصلحه، انا يكون عيني في الرزق، انا هذا الوزير الصناعه هذا عطاني مصانع، مش مصنع، مصانع، والحمد لله ما تشريت ما تبيع ما تبعت. بصح الحمد لله يا ربي الرزق من عند الله.